جوع الشتاء مش ضعف إرادة، ده تفاعل طبيعي من جسمك. لما البرد بيزيد في الشتاء الجسم بيطلب طاقة أكتر عشان يقدر يدفي نفسه. طب هياخد الطاقة دي منين؟ هياخدها من الأكل، فطبيعي الجوع هيزيد. المشكلة هنا مش في الجوع، المشكلة هنا ازاي هنواجه الجوع ده وهنقدر ناكل ايه عشان نسد جوعنا. معاكم إيمان الجندي، استشاري تغذية علاجية، سمنة ونحافة ورياضيين، حوامل ومرضعات، أطفال وبالغين وبارسن وذوي أمراض مزمنة. علشان تشوف الفيديو كامل دوس على اللينك اللي تحت الريل، وما تنساش سبسكرايب للقناة ودوس على زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ايه اللي ممكن يدفي في الشتاء ويديني الطاقة اللي انا محتاجاها؟ اولا البروتين الدافي. زي ايه؟ زي البيض والفول والعدس، بيشبع ويدفي ويقلل الشهية. كمان ممكن شوربة تقيلة زي العدس زي الخضار، بس من غير مكعبات مرق ولا كريمات. خليك في الكربوهيدرات الذكية. زي ايه؟ زي الشوفان، البطاطس، البطاطا، عيش الحبة الكاملة. الحاجات دي هتدي طاقة ثابتة من غير ما ترفع الانسولين بسرعة. خليك في الدهون الصحية بس بكميات صغيرة، زي الطحينة، زي زيت الزيتون وحبة مكسرات. الله، هنتدفى كويس وهتدينا طاقة طويلة الأمد. خليك في المشروبات الدافية بس بذكاء، زي القرفة والزنجبيل والكركم بس من غير سكر. نام كويس، نام نوم ليلي كويس. قلة النوم الجيد بتساوي جوع أكتر ورغبة في السكريات أكتر. وخلي بالك الحلويات والمعجنات تدفئة لحظية وبعدها هتجوع وهتبقى تعبان. تعالى أقولك الخلاصة، كلمتين وبس. الشتاء مش عدو للتخسيس، الأكل الصح هيشبعك ويدفيك ويديك طاقة ثابتة. جوع الشتاء طبيعي بس اختياراتك هي اللي بتحدد تدفى وتخس ولا تجوع أكتر وتتعب وتتخن. اكتبولي في الكومنتات ايه أكتر حاجة بتاكلها وما بتحسش ان انت شبعت وبتجوع بعدها بسرعة.